بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا اهلاوية؟ عاملين ايه؟ معاكم نصر احمر. يلا كده يا اهلاوية، دعمونا واشتركوا في القناة. زي قبل الماتش الاهلي وادي دجلة كنا متوقعين التشكيل وتوقعنا النتيجة 3-1. الحمد لله توقعاتنا بتبقى مظبوطة، تشكيل زي ما احنا قلناه. هو بس محمد الشناوي نزل مكان شريف اكرامي. فالاهلي بدأ المباراة بصراحة ما كانش كويس، يعني الضغط بتاعه ما كانش حلو، لكن واحدة واحدة كده الاهلي دخل في الجيم. اللي انقذ الوضع بصراحة، اللي أنقذ النهاردة بصراحة وادي دجلة، الحارس بتاعهم بصراحة حارس كويس جدا جدا. شال كور كتيرة جدا من النادي الأهلي في الدوري الشوط التاني، والكورة جت في العرض إمام عاشور، فالأهلي بدأ المباراة كويس. وبعد كده دخل في المباراة واحدة واحدة كده. ديانج النهاردة يا جماعة عمل باصة عالمية بصراحة، يعني ديانج أول مرة أشوفه يباص مرة واحدة في الجون الأولاني على لعبة لزيزو على طول من غير ما يوقفها. دي كورة حلوة، عارف هيعمل إيه بالكورة لما تجيله. فراح بصها لزيزو، زيزو جري رفعها بالعرض، المدافع غلط، راحت لتريزيجيه حطها جون. جون حلو من تريزيجيه، متابعة ورئيسة الجون دي جون كويس. بعد كده ضربة جزاء إمام عاشور. بعد كده الجون التالت بتاع مروان عثمان ده تحركاته كويسة على فكرة، بيضغط كويس وقوي، مش ضعيف يعني، وبيخش في كل كورة. ونقدر ربنا كرم النهارده جاب جون التالت. يديله ثقة في نفسه ولعب واثقة فيه. بس زيزو النهارده كان كويس جدا جدا جدا. بس زيزو في حاجة النهارده كان بيعملها كتير جدا، كان بيمسك الكورة ويخش جوه المدافعين، عايز يرقص المدافعين كلهم. ده صعب جدا جدا يا زيزو. نلعب الكرة السهلة عشان محدش فينا مش متعورش ولا تتخبط ولا حاجة. فلازم نلعب الكرة السهلة يا زيزو، وانت داخل في وسط المدافعين مش هتعرف ترقصهم كلهم، يعني مفيش حد يرقص المدافعين كلهم. بس الماتش كان كويس، انا بمسح كنت قلقان من الماتش. وادي دجلة فرقة كويسة، معاهم مدرب كويس، معاهم لعب كويسة، بس الحمد لله احنا كنا أحسن. كان ممكن الماتش ده يخلص 5-6، يعني بقول لك الجون شال كور كتيرة جدا جدا من أهلي النهارده، والكورة جت في العارضة لإمام عاشور. فالحمد لله اللعيبة فايقة، اللعيبة مركزة. ننسى بقى الدوري، نفتح بقى صفحة أفريقيا إن شاء الله السبت الجاي مع يانج. في أفريقيا إن شاء الله نكسب ونتعادل بإذن الله إن شاء الله، مش عايزين هزيمة. هو ده الأهلي اللي إحنا عاوزينه، هو ده الأهلي اللي إحنا بنحب نتفرج عليه. هجمات هجمات على طول على طول على طول، ما تديش فرصة للفريق اللي قدامك إن هو يعمل أي هجمة، يوقف على الكورة، يباصي، يعمل أي حاجة. طبعا الجون فينا جول حلو بصراحة، بينكم صعب جدا على الشناوي طبعا، لكن الحمد لله احنا كنا ثلاثة، ما كناش هيأثر فينا جدا جدا الجون ده. فده كان كل حاجة في ماتش النهاردة. تألق زيزو وإمام وتريزيجيه ومروان وعثمان وديانج بصراحة، دول اللي كانوا بارزين جدا. هذا كوكا زي ما هو طبعا، ربنا يرحمنا منه بقى، ويرجع نلعب بقى بني عمري عشان نريح من كوكا شوية. كوكا النهاردة كان وحش جدا بصراحة، مع جبهة شمال دي مش ماشي معايا مع كوكا بصراحة. فالحمد لله على كل شيء. نرتاح من كوكا شوية، الفترة اللي جاية يدي بقى بين عمري، ويدي الشكر شوية. شكري برضه المفروض نشوفه، يعني احنا جبناه عشان نشوفه، مش جبناه عشان ده كانت الاحتياطي يعني. ده كان كل حاجة على ماتش النهاردة. بالتوفيق النادي الأهلي، إن شاء الله الماتش الجاي بتاع أفريقيا هنكون معاكم إن شاء الله. يلا يا أهلا، السلام عليكم.